الرحمن الرحيم. انا النهارده عايز ارش حشري اللي احنا بنحطه دلوقتي ده. خلاص، الماده دي بتعادل القلويه بتاعه الميه اللي انت بترشها على النبات. الميه بطبيعتها قلويه. لما بتيجي الميه على الزرع عندك بيحصل حاجه اسمها توتر سطحي، يعني الورقه ما بتمتصش الميه. طب ازاي نخلي الورقه دي تمتص الميه؟ ما بتمتصش الميه نتيجه اسباب كتيره، من ضمنها التوتر السطحي، ومن ضمنها ان الميه دي اللي انت بتاخدها في الرشاشه وبترش بيها البي اتش بتاعها قلوي. النبات بيمتص البي اتش المتعادل والحامضي. يبقى الماده دي اللي احنا بنحطها دي بيبقى اللون ده، وفي لون تاني ابيض حسب خامه التصنيع والاستيراد. جميل. نحط غطا من دي. خلاص اهو، في حاجه زي كده. نيجي الماده دي اللي انت شايفها دي، خلاص، الاميدا كلورايد، بنحط منها ما يعادل معلقه شاي، معلقه شاي على كل 5 لتر ميه. ادي هنحط معلقه شاي. خلاص. يفضل طبعا، انا عارف المعيار، ولكن انت ايه، تحط بالمعلقه. يعني اي حد هيعمل يحط بالايه، بالمعلقه. احنا عاملين زي الشيف شربيني لما بيقعد يقول لك 5 جرام ملح، هو ما بيعملش بالجرام. الشيف شربيني هو بياخد بايده وبيحط على طول على الطبخ. فاحنا عارفين معلقه المعيار قد ايه. انما انت خليك اشتغل بالمعلقه. هتجيب معلقه شاي، حطينا معلقه الشاي معاها الماده ليه اللي احنا قلنا عليها، حاجه اساسيه عشان ما تعملش توتر، ما يحصلش توتر سطح على سطح الورق. وبعد كده هنعبي. يفضل ان انا اعمل تحضيره بره. صب. يلا دوب، هات اي حاجه ودوب بيها، او دوب بالرشاشه. هندوب المحلول كويس وبعد كده نرجعه فين؟ في الرشاشه. يعني يفضل ان انا ادوب المحلول بره. يفضل ان انا ادوب الايه، المحلول بره. كده حطينا الماده الجاهزيه، حطينا خافض البي اتش اللي احنا قلنا بيخفض البي اتش بتاع الميه. هنرجعه تاني اهو. وبعد كده ترش. يعني يفضل ان انا اعمل التحضيره بتاعتي بره. جميل. طيب لما ارش، يفضل ان انا ما ارشش في جو متوقع ان انا هيكون في مطر. غلط. لو انا رشيت والجو مطر، خلال 6 ساعات هعيد الرش تاني. يبقى لما نيجي نرش، ما ارشش في جو انا متوقع ان ممكن يبقى فيه مطر عندي. طيب دي حاجه. لما ارش بغسل الشجر غسيل. يعني انا النهارده لو هرش شجره زي دي، خلاص اهي، هغسل الورق كله غسيل. ولما ارش الحشري الف ب، في رش الحشري لازم النبات يكون مروي قبلها، ما يكونش نبات عطشان. اوعى ترش حشري والنبات عطشان، خاصة في الصيف. يعني اوعى ترش مبيد حشري والنبات عطشان، خاصة في الصيف. ولما اجي ارش ادي ظهري للهواء، يعني الهواء جاي ادي الناحية ده اهو. شايف النبات بيتحرك ازاي؟ يبقى انا لما ارش يبقى وشي كده اهو، يبقى وشي كده وايه، وارش. جميل.